ايوه يا ابو بلال، الله يبارك لك، بس والنبي يبقى رش جردلان ميه عشان العفره، واعمل لي شويه شاي حلوين كده في الخمسينه لما تخلص. على دماغي بالعربي، بس استنى عليا شويه لان لسه هصبن القهوه. وماله يابا، صبنا ودعكها كويس. عايزها بتبرق يا ابو بلال، ماشي؟ استغفر الله العظيم يا ياب. الو، بطة حياتي. أمنية يا قلبي. ايه 200؟ بتوع ايه كورسات؟ ام بلال ما ينفعش العمال ديت، انا هاكلكم ولا اسقيكم ولا اعمل ايه بالظبط؟ كورسات إيه اللي جات لي على فجأة دي؟ امال ايه يا ابو بلال، انت مفكر تربية البط ببلاش؟ لازم تعلف وتزغط اخويا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ الجو نايم والزبون عاوز اللي يصرف عليه. حصل، لانه ربنا من محاسبك، وابقى شوف بقى تدفع فلوس الكورسات منين. بقول لك ايه يا ام بلال، ماشي روح انت وانا هصيف، بس بقول لك ايه، ابقى اعمل لنا كيكه عشان في ناس هنا كده حكيكه. صبحنا ويبحنا وقدام عبيدك ما تفضحنا والنبي يا رب. خد يا بلال، تعالى خد الفلوس دي. ده ايه ده يا ابو العربي؟ دي 20 جنيه، اصلك صعبت علي، مساهمه مني للكورسات. بس اهم حاجه ما تنساش تنزلها من الحساب. انت بتتجب عليا بفلوس يا ابو العربي كده برضه؟ ده انا ليا الوفات مؤلفه بالعربي. اعمل بقى ايه 20 جنيه ديت يا ابو العربي؟ هو انت يعني ما تحمدش ربنا ابدا يا ابو بلال؟ الحق عليا اللي قلت ازقك زقه في الكورسات. انا عارف ان احنا هنحرق جاز كتير، هات يا عم ال 20 جنيه وابقى ضمنت ان انا اخدت حق واحد شاي. قلب البابا، انت جيت عربي. طول ما ابويا عايش عمري ما هبقى باين. واللي خلقك عربي، انت نقطة ضعفي وبحبك من قلبي، ولو عندي قلبين كنت حبيتك بالقلبان. بابا العربي مش عاوز البان، العربي عاوز ورقه ب200. اهو ده بقى اللي بيزعلني منك وبيفكرني اقطع علاقتي بيك فوري. قول لي عاوز 200 ليه يالا؟ بابا عاوز ادفع الكورسات ومن غير لف وحوارات. دي بقت موضة بقى وماشية في البلد، بقت حكاية الكورسات دي بقى على كل حتى ابني. شوية يا بلال وشوية انت، انا نفسي افهم ابو منى بيهبب لك ايه في المدرسة. يا عربي ما تنساش تقول لي لابوك على روح الفرخ اللي انت هتجيبه. يا عم مش تقول سلام عليكم اول ولا انت داخل على زريبة؟ لوح فرخ ايه ده يا ابو منى؟ بص يا سيدي، عندي في المدرسة بنلم مصاريف للزينة، وقلت لابنك العربي يجيب فرخ بدل ما يلم فلوس، وانا عارف الحالة والظروف اللي انت فيها، ومنها ابقى خدمته ومنها راعيت ان انت ابوه وصاحبي. بابا ابنك العربي مدبوح وعاوز يصرخ ويبوح. بس يالا كتم يالا الوقت. راعيت ايه يا ابو منى؟ هو ده اللي انت فالح فيه؟ بدل ما تلم من العيال فلوس ولوحات وزينة، اسأل العيال التعليم لحد ما يبقى مخهم جنينة. مش ده اولى ولا يا ابو منى؟ انت بتقول اي كلام بالعربي؟ احنا النهارده بقينا زمن المادة. لا يا ابو منى لا، انا الواد عربي ابني مش عاجبني في دراسته. عاوزك تيجي تديله درس خصوصي عشان ارفع من مستواه التعليمي. انا ما بديش دروس خصوصي وانت عارف ابو العربي. بس مش مشكلة، عشان العربي حبيبي ويهمني ابقى اجي اذاكر له عندك في البيت. وكفاية عليا ضيافتك ساعتها يا ابو العربي. اذا كان كده يبقى مد انت هو قدام على البيت ابو منى. يا عربي ايه الاخبار؟ العربي رجع للدراسه وياكل الكراسه. بأمارة ايه؟ انا بقول لك قدامي بك اهو. الواد ده طلع مخه عاوز احلال وتجديد. بقالي ساعة بسأله على مسألة حسابية وهو بيجاوبني غلط ابو العربي. مسألة ابو منى، انت مش تخصصك عربي؟ الحق عليا بختبر ذكائه وبعمل لمخه تنشيط. ايه هي المسألة دي يعني يا ابو منى؟ بص يا سيدي، عائلة مكونة من 6 بنات واخ لكل فرد منهم. كم عدد افراد العائلة؟ طب ما سهلة يا ابو منى، انت جاوبت وقلت ايه يا عربي؟ جاوبت وقلت له 12 يا بابا. مش بقول لك غبا بالعربي؟ جاوب انت كده وقول لي. طبعا 7. تاني وانا عمال اقول طالع اليمين ابو مخ تخين. غلط ابو العربي. امال الاجابه ايه؟ برميل المفهوميه والذكاء والدهاء. ايه ابو العربي، نسيت ابوهم وامهم؟ الاجابه 9 ابو العربي. العربي كان هيقول 9 بس لقاها فكره واسعه. اديله فرصته ابو منى، بلاش تكبس على الولا، فهمه بالراحه. بابا العربي لو فهم بالراحه هيطلع دكتور جراحه. والله شكلك ما يجي منك حتى دكتور مسالك. مش عايز ابقى دكتور مسالك لان ما عادش حد سالك. شفت؟ واللي خلقك ما هتخلص عنده طاقه يديك من الردود الاستزاديه ديت للصبح. انا صدقتها بالعربي ودماغي زنت من ابنك دي. مفيش عندك طبق فاكهه ولا شويه شاي ولا اي حاجه؟ انت تؤمر ابو منى، شد حيلك انت بس مع الواد ده وليك اللي انت عاوزه.
بص يا عربي، اسألك سؤال مهم. كم عدد شهور السنة اللي فيها 28 يوم؟ مفيش غير شهرين، شهر 8 وشهر 2. يخرب بيت عقلك، يعني الغبي بيفكرها دايما شهر 2، وانت ما شاء الله عليك قلت اطول شهر في السنة. انت بتجاوب بغبائك ليه يا عربي؟ بص يا أستاذ، بلاش مسائل حسابية عشان العملية مش مستكفية. خد يا ابو منى خد، بألف هنا على الله يعود على الولا. ما كانش في كوبايه اصغر من كده بالعربي. جايب لي قطره شاي بالعربي. حلوه حلوه يا ابو منى، ملوش لازمه التبذير. وانت شد حيلك كده يا قلب البابا، عاوزك تجيب الفور مارك. بابا بكرة مش هيبطل فرق طول ما هجيب المار فرق. جدعا كده يا عربي، وشد حيلك على بال ما اشوف مين جنة على الباب. ولا ده مش حقيقي ده يا عربي، يالا ده طلعت بلاستيك يالا. تصدق بجد ابوك طلع حاجه صعبه قوي. عارف إنها بلاستيك وقافل بقي بأستيك. صبح بالعربي. اللي جابك هنا يالا انت وهو يالا؟ أبو العربي، احنا سألنا عليك على القهوة، قالوا لنا أبو منى بيذاكر للعربي عندك في البيت. وانتوا مالكم انتم؟ احنا قلنا نيجي نساعد ونحيش من على ابو منا شوية. وانت هتذاكر له ان شاء الله. كان المحشي نفع نفسه. روح هلا انت ولا. لا بلاش كده بالعربي، ده انا حبيت الى قوي في الفرنساوي، خد بالك. حصل أبو العربي، محشي معروف لبلب في الفرنساوي. خيم عليك بالعربي. ولا خر عليك انت وعلى اللي جابوك هلا. خيب العربي، خيب الفرنساوي يعني قشطة. يا عم انا بقول لك قشطة يا عم. فلما اقول لك خيم عليك يعني قشطة عليك بالعربي. بمس عليك بالفرنساوي بالعربي. افهم الكلام أول أبو العربي، الراجل نيته خير، مش قصده حاجة وحشة. لا مؤاخذة يا محشي بقى، اصل نسيت الفرنساوي. ماشي يا سيدي. ولا ده العملية جايبة ما بقى ابو منا ومعمول لك احلى واجب. طبق فاكهة وحركات وشاي بقى يا عم. حصدوا لقرة على لمعة قرعته. اتبط يا سيدي، ده بلاستيك. يعني منظر بس بلاستيك. أبو العربي، نفسي أتغدى عندك لحمة يا أبو العربي. بمناسبة اللحمة مني، ما تيجي توريني مكان الوحمة؟ ما يصحش كده بالعربي، احنا جايين نذاكر للعربي ولا جايين نشوف احمد بعض؟ ما تقول لصاحبك اللي جاي عاوز ياكل لحمة دي. اتلحمت دماغك في بعضها يا اخي. العربي أصلا مهموم وملوش نفس لأي لحوم. شفتم يا ابو منى وصل للولد لدرجة ايه؟ انا خايف الواد يجيله حركة اكتئاب ويكلم نفسه. والعيش والملح هو اللي مخه مصدي، ما عملت فيه حاجة. هو أنت بتدي كام في الحصة لأبو منى يا أبو العربي؟ ولا تعرف انه بالعربي بيدفع فلوس؟ عشان كده أبو بلاش بيبقى نظامه كده يا أبو العربي. معشرج وما عندوش دولة بلا أبو العربي. طب انا راضي ذمتكم، في حد في الدنيا ما يعرفش جمع اخطبوط؟ اخطيب. اخطيب ده بتاع الاهلي. اجابة غلط بالعربي. اخطبوطات. اخطبوطات يا حنين. برضه غلط. عندك اجابة لا نفتح له. أنت هتوجع دماغنا ليه يا أبو منى؟ ما ممكن نقول مجموعة أخطبوط وخلاص. كومة، واللي خلقك شكلك هتاخد بالشومة. انزل يا أبو منى من على الدبابة وعرف العربي الإجابة. من اسهل ما يمكن يا عربي، جمع اخطبوط اخاطب. بقول لك يا ابو العربي، مش هينفع اللمه دي خالص. فضلي المكان ده خالص، يا اما هقلبها مصلحه. وهاخد على الراس 100 يا ابو العربي. تتكميك خبور يطلع من الصحراء اللي في راسك دي. في يا ابو منى ما تتعدل. انا كده يا ابو العربي مش عارف اشتغل، وهيأثر على تعليم عربي ابنك. انا عرفتك اهو. لا وعلى يا ابو منى، يلا يلا انت هو، يلا شطبنا كله يروح على بيته. اعمل معاك تاني بس يا عربي. ممكن كمان محاولة بس بلاش مزاولة. طب خد دي. المعلم حاضر والتلاميذ غائبون. ما هو موقف التلاميذ في الجملة؟ أكيد مزوغين وبيلعبوا بلاي ستيشن. هيجيلي ضغطة منك يا ابني. بقولك موقف التلاميذ في الجملة من الإعراب. عربي ما بيحبش الإعراب عشان بيجي له اضطراب. يا رب أشوفك أحسن عالم في الدنيا دي كلها يا قلب البابا. صحيح تبقى بني آدم غشيم لو بخلت على ابنك في التعليم.